عشان كده انا لازم اقول لك ان امام عاشور لازم يتعاقب هو وعمر مرموش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. هنتكلم النهارده حلقه تكتيكيه من الطراز الاول، تحليل لماتش مصر وبلجيكا، الماتش اللي عدى عليه يومين بس كان لازم نقعد نقرا الورق ونقعد نذاكر ونشوف ايه المشاكل اللي ظهرت عندنا، ايه الاخطاء، ايه الحاجات اللي محتاجين نصححها، ليه دخل فينا الجون اصلا، شوف ايه الخطأ اللي وصلنا ان احنا يخش فينا جون، وازاي جبنا جون عشان نقدر نكرر السيناريو ده تاني. هوريك الفيديو النهارده وهشرح لك نقطة نقطة واوريك امام عاشور كم الاخطاء المتكررة من امام عاشور على الاجادة. يعني امام عاشور الماتش ده كان عامل حاجات كويسة جدا وعامل حاجات سيئة، الاتنين هنشوفهم مع بعض. هنشوف عمر مرموش ايه اخطائه وايه اللي كان بيغلط فيه، هتشوف محمد صلاح ليه كان مميز جدا في الماتش، هتشوف كابتن حسام حسن وهو بيلعب باسلوب دفاعي جميل جدا. انا كنت مبسوط منه وانا بتفرج وبحلل الماتش. انا كابتن حسام حسن فاجئني بالتفكير اللي هو كان فيه، ازاي كان بيخلي الباكات امتى زيكو وامام عاشور يرجعوا وامتى ما يرجعوش، امتى اللي يكون متخصص على التغطية يكون ديفندر ولا الجناح. هو كانت نقطة قوة بلجيكا أو النقطة اللي كانت بتلعب عليها بلجيكا إن دوكو يطلع أو يعمل استرتش للملعب، فلما يطلع على أقصى الملعب خالص هياخد معاه محمد هاني، أو تروساد هياخد معاه فتوح، فكان يبقى فيه الهاف سبيس اللي هتبقى بين هاني وياسر، أو ما بين فتوح وحمدي فتحي. فكانوا بيلعبوا على الحتة دي، فمين اللي هيخترق الهاف سبيس؟ هي دي اللي كانت بتحدد مين اللي هيرجع معاه. تعالوا مع بعض هنشوف الفيديو، هنشوف شرح وقص ولزق وتفاصيل كتير قوي ونتفرج مع بعض عليها. احنا بقى زي ما اتكلمنا على الافكار ان احنا كنا بنتكلم ان احنا ما بنلعبش زون او بنلعب مان تو مان او بنرص اللعيبه، لا كان في فكر وكان في اكتر من ملحوظه موجوده ان امام وزيكو كانوا بيرجعوا مع الباكات، سواء الباك اليمين او الباك الشمال. هوضحها لك في اكتر من لقطه ووضح لك ليه انا في نفس الوقت بتكلم ان احنا لازم امام لازم يتشد عليه شويه بسبب الماتش ده، واكتر من ملحوظه زي ما اتكلمنا ان امام من الاسباب الرئيسيه ان الجون ده يجي فينا. تعال نبص على الملاحظات اللي احنا اتكلمنا عليها. يمكن دي كوره برضو بتلعب، المفروض ان ده ثرو هيتلعب على توماس مونيه، كان اللي مغطي هنا مين؟ امام عاشور. امام عاشور اللي راجع معاه لحد ال 18، ده كان ممتاز امام عاشور في النقطه دي. الشوط الاول كله اداها على اكبر قدر من المسؤوليه، قدر ان هو يكون قادر يرجع لورا ويرجع يغطي مع توماس مونيه. خد بالك ان امام عاشور مع الاهلي كانت مشكلته ان هو ما بيرجعش يغطي، فان هو يعمل حاجه زي دي مع منتخب مصر ده شيء عظيم جدا. تاني في لقطه تانية برضو اتصورت، الكوره دي بروين عايز يرمي السرول توماس مونيه، بس برضو امام عاشور مكمل معاه وراجع معاه. زي ما اتفقنا ان امام عاشور كان جناح او كان كهاف، كان لازم يرجع لو الباك هو اللي هيعمل الاختراق او الباك هو اللي هيرجع. تعال نبص عليها من شكل تاني او من لقطة تانية. بص هتلاقي هنا الكرة دي مين اللي داخل في الاختراق؟ مين اللي داخل في الحتة الهاف سبيس بمعنى اصح، اللي هتبقى ما بين هاني وياسر دي بروين؟ في اللقطة دي كان كيفن دي بروين. مين اللي رجع معاه؟ مروان عطية او مهند لاشين، اللي اي واحد من الاتنين اللي هيكون قريب هو اللي بيرجع ويغطي الهاف سبيس. ليه؟ لان كيفن دي بروين لاعب خط نص. فزي ما قلت كابتن حسام حسن كان محفظهم اسلوب لعب عالمي. عشان كده انا بشيد بكابتن حسام حسن. طبيعي جدا لما الاقي مدرب مصري بيفكر التفكير ده ويكون مقسم اللعب، لو اللي هيرجع ده اللي هيخترق نص الهاف سبيس او اللي هيهاجم او اللعب هيبقى من عنده التحول نص ملعب، يرجع معاه مروان او مهند لاشين. لو الباك بتاعهم سواء يمين او شمال يرجع معاه الوينج بتاعه. الكرة دي كان ديفند بروين، فعشان كده هتلاقي الديفندر بيرجع. هنا هتلاقي ان الباك الشمال كان مخترق المنطقه دي، فزيكو كان راجع معاه عشان يغطي الهاف سبيس. لو شايف الهاف سبيس دي كلها لازم كانت تتغطى. هتلاقي مروان عطيه هنا ماسك تيليمانس عشان خاطر ما يخشش او يخترق هو المنطقه دي. نقطه برضو كان زيكو هو اللي مغطي. زيكو تاني محمد هاني رايح يقابل دوكو. دوكو كانت كل مهمته في الماتش ان هو يخرج محمد هاني من
البيت بتاعه او من المكان بتاعه عشان خاطر يفتح الهاف سبيس دي. ولكن ده اللي كان كابتن حسام مذاكره كويس جدا وكان عينه عليه. زيكو اول ما بيلاقي الباك هو اللي هيخترق بيخترق معاه وبيمسك المساحه. كرة تانية برضو، بس دي بقى هتلاقي هنا ان ده تيليمانس، فمين اللي راح له؟ مروان عطية. تأكد على اللي انا بقوله ان كانت الادوار الدفاعية متقسمة، مين اللي هيخترق وبناء عليه هيبقى ده اللي هيدافع. فهتلاقي هنا ان مروان عطية هو اللي راجع مع تيليمانس. كده انا وضحت لك النقطه دي ووضحت لك الفكره دي. ليه كابتن حسام حسن ما كانش بيلعب زون؟ ليه كابتن حسام حسن كان مقسم الادوار الدفاعيه؟ وليه كابتن حسام حسن اعتقد ان هو هياخد اكشن مع امام عاشور؟ دي هنشوفها في اللقطات اللي جايه. تعالى اوريك ان اللقطه دي كانت في الشوط الاول. الكره موجوده عندك، كيفن دي بروين هو اللي مهاجم المنطقه او الهاف سبيس، فمعاه هنا الديفندر بتاعه وتيليمانس هنا على حدود ال 18. عايز اوريك حاجه بقى. بص دي بروين، كيفن دي بروين بيعمل ايه يا جماعه؟ بص كيفن دي بروين مدرب واقف في الملعب بيقول له رجع اللعب لورا وشوف ايه اللي هيحصل. كيفن دي بروين بيشاور لدوكو بيقول له رجع اللعب عند الباك. بص لما يرجع اللعب، تيليمانس اوريدي على طول خد الاوردر ان هو يخش ويخترق المساحه دي. مساحه فاضيه، زمن ومساحه يا جماعه، هي الكوره زمن ومساحه. لا مساحه فاضيه، قال لك خلاص انا هخترق. فطبيعي جدا ان انت تلاقيه دخل الحته دي. طيب هتقول لي ما ده تيليمانس بتاع الديفندر، ماشي، ما هو كل حالات الكوره برضو حالات وفي مواقف انت بتتحط فيها. هنا امام عاشور اهو، انا شايف تيليمانس قدامي في وش في ممر نظري ان انا اقدر اغطيه. لا هو عايز اوريك الكوره، تيليمانس دخل لحد ال 18 وخد الكره العرضيه ولعبها بدماغه، وامام عاشور ما اتحركش من مكانه على ال 18. عد معايا، ادي دي غلطه بجون، شكرا. الكره دي في الشوط الاول. الكره الثانيه، الكره دي كانت ضرب تماس اوت. دوك واقف هنا اهو، تمام، معاه مروان عطيه، ماشي اوكي، ده المان بتاعه، ومعاه هنا امام عاشور. الكره دي غلطه مشتركه. تلاقي الكره هنا نزلت عند المهاجم بتاع بلجيكا وهيستلمها ويريحها لدوكو. وعايزك تبص، بص امام عاشور وبص مروان عطيه، الاثنين بيعملوا ايه؟ الاثنين فضلوا واقفين مكانهم والكره نزلت لدوكو ودوكو استلم وشاط، او ما استلمش هو شاط على طول، وحظنا انها قلشت من على رجل دوكو فطلعت بره خالص. الكره دي لو ما كانتش قلشت كانت تخش الجون مرتاح وكانت تنهي الشوط الاول متعادل. كنت هتنزل مضغوط جدا وكنت هتنزل بتلعب بصربعه او بخوف، حاجه من الاثنين. عشان كده انا بقول لك امام عاشور كان عنده غلطات. تعالى اللي هنتكلم فيها دلوقتي هي حاله الجون اللي جه فينا. حاله جون بلجيكا ده، انا ان كان في ناس بتتكلم وانا واحد من الناس دي اللي كنت طالع ومتعصب جدا بسبب ياسر ابراهيم ومحمد هاني، لا هو كمان كان كابتن خالد احمد كان بيتكلم معايا وقال لي ان احنا الجون ده فيه غلط على فتوح. لا انا لما ركزت على الفيديو الغلط مش على فتوح، او لو في غلط على فتوح فالغلط على امام عاشور اكتر. تعال نبص مع بعض ونشوف الكوره. اول لقطه، امام واقف اهو وجاي من وراه توماس مونيه، تمام. اتفقنا ان امام عاشور هو اللي كان دوره انه يغطي او يرجع مع الباك لو هو هيخترق عن طريق الباك. توماس مونيه بقى سابق لوحده وامام عاشور لسه ما رجعش. هنا فتوح على فكره بدأ يقرا المشهد ان تيليمانس مش، ان تيليمانس خلاص هيلعب الكوره. تلاقي هنا، بص بقى هنا خلاص الكرة بقت مع توماس مونيه مرتاح. عايزك تركز معايا، ياسر ابراهيم عمل سكان لقى لوكاكو في ظهره، ومحمد هاني عمل سكان وشاف لوكاكو. عشان كده انا كنت متضايق فعلا من الاثنين. هتيجي هنا في الكرة خلاص توماس مونيه خد القرار ان هو يعمل عرضية، ياسر ابراهيم شايف وعارف ان في ظهره لوكاكو، وهنا محمد هاني شايف كل المشهد ده قدامه. بس في الاخر انا ما لقيتش اي رد فعل سواء من ياسر ابراهيم او من محمد هاني. اي حد فيهم يقدر يقطع الكرة قبل ما تتلعب او يكون عنده سرعة رد فعل للكرة. الاتنين صدموني فعليا، عشان كده كنت متضايق جدا. فالجون ده يشيله امام عاشور، يشيله فتوح جزء، يشيله ياسر ابراهيم، يشيله محمد هاني، وفتوح هو اقل واحد في اللي يشيلوه. تعالى بقى نتكلم على الجون وجمال الجون ده في ايه يا جماعه. جمال الجون ده في اكتر من لقطه. بص تعالى معايا، ده تيليمانس ماسك مين؟ ماسك محمد صلاح. ده الفرق بقى، محمد صلاح فرق ازاي في الماتش ده عن الطبيعي، او ليه محمد صلاح فعلا كان منور. وليه في على فكره في ناس يعني على معرفه شخصيه هجمتني لما قلت لهم ان صلاح يلعب شادو سترايكر او يلعب 10. بعد الماتش قالوا لي انت اثبتت لنا ان انت صح.
فهتلاقي هنا محمد صلاح في ظهر تيلمنز. كان الطبيعي بتاع صلاح دايما كنا بنقول ان هو ايه، بنهاجمه وبنقول انه بنستخبى ومش عارف ايه. تعال بص كده، صلاح جري رجع لورا، خد الزمن والمساحه وبقى واقف لوحده في الحته دي كلها، بقى واخد فدان ارض لوحده. هياخد فدان ارض. عايزك تاخد بالك، توماس مونياو عمل الاسكان لامام عاشور، امام عاشور عمل ان هو رايح لجوه. هتلاقي اللقطه اللي بعدها توماس مونيه امن ورجع، بس امام عاشور كان ذكي جدا في اللقطه دي ودخل جوه في المساحه دي، وقرر ان هو طبعا خد الكوره وشاطه زي ما احنا عارفين. تاني حاجه عايز اتكلم فيها زي ما قلت، صلاح الماتش ده كان بينزل يخلق لك لعب. تعال بص معايا هنا في الكادر ده كله صلاح مش موجود، تمام. والطبيعي ان احنا ما كناش، لا اما صلاح بيبقى في ظهره مدافع او صلاح مش ظاهر للناس. هتلاقي صلاح نزل الحته دي وعشان ياخد الكوره، خد الكوره وبتمويه صغير فتح مساحه لمروان عطيه اللي هياخد الكوره دلوقتي، وهنشوف الكوره هتمشي ازاي. مروان عطيه لما خد الكوره طلع زيكو من قبل ما يخش جوه، صلاح بيقول له انا فاضي اديني تاني، انا فاضي اديني تاني. طب زيكو هيخش، بص صلاح بقى عامل ازاي، بقى في موقف كاشف الملعب كله. فكان ممكن جدا لو كان صلاح خد الكرة دي كان سهل جدا يلعبها ار 2 زي ما بيشوطها ببطن رجله في البعيده، كان يقدر يعمل اكتر من حل. ولكن هو زيكو اتصرف، مش هقول فردي، هو الكرة كانت بالنسبه له سهله وشاطها، وفعلا كورتوا شالها بصعوبه. اخر حاجه هتكلم عليها هي عمر مرموش. انا جايب لك 3 لقطات لعمر مرموش، يمكن دي لقطه في اول الشوط الثاني. الكوره دي هو هنا كان لسه بيستلم، كان سهل جدا على مرموش، ده لاعب، ده مهاجم مانشستر سيتي، يقدر يرجع خطوه لورا. كان معاه صلاح مع امام جايين على الشوط، سهل جدا يلعبوا. بس فعلا مرموش عنده جزء من الانانيه كبير جدا، فده هيسبب له مشكله وهيسبب لنا مشكله لو فضل مستمر طول البطوله. عشان كده زي ما قلت لك انا متوقع من كابتن حسام حسن موقف مع مرموش ومع امام عاشور. كرة تانية، الكرة دي كان انفراد. طب انت حسيت انك مش هتقدر تشوط، كنت ممكن تلعب عرضيه للي جاي من بعيد او تقف على الكوره تاخد بيلن، يعني انت مهاجم يعني. مرموش مش ناشئ ولا لسه لعيب صاعد يعني، مش قادر يحط ظهره وياخد بيلن وياخد ضربة جزاء. كنت اتوقع من مرموش اكتر من كده، او على الاقل لو هتقف بقى وقررت انك تشوط تسديده كويس، تشوط شوطه في الثلاث خشبات، انما انت شوط الكوره بعيد اصلا. الكرة الأخيرة اللي في آخر الشوط الأول دي برضو ضايقتني جدا، لأن حسيت فيها صربعة، كنت اتكلمت عليها ما بين الشوطين. أنت كان عندك ممكن يبقى عندك خيارات أكتر من كده، صلاح كان جاي لك أهو، كنت تصبر دقيقة برضو، أقف على كورتك عادي، أقف على كورتك رقصه، خده رقص 1 على 1 عادي، أنت برضو مهاجم كبير تقدر تعمل ده. خلصنا يا حبيبنا الشرح، وخلصنا التفاصيل، وخلصنا الكلام كله. دي نقط إيجابية وسلبية. حبيتش أهاجم حد بيكون ما يكون عندي الدليل في الماتش، وحبيت أثبت كل واحد خطأه فين عشان نستفيد منه في ماتش نيوزيلندا. احنا ماتش بلجيكا كان معدلاتنا البدنية عالية جدا، احنا عندنا مروان عطية جري تاني اكتر واحد جري معدل جري في الماتش، تقريبا جري اكتر من 11 كيلو. اقصى واحد او اكتر واحد جري قبله هو مونيه. احنا بنتكلم في معدل جري قوي جدا من مروان عطيه. مهند لاشين نفس الكلام، معدل جري كان قوي جدا. فارهقنا بدنيا، ويمكن ده كويس لينا ان احنا عندنا الماتش لسه فجر يوم الاثنين. فان شاء الله يكون اللعيبه عندنا عملت ريكفري كويس، واتوقع من كابتن حسام حسن انه هياخد موقف زي ما قلت مع امام عاشور ومع مرموش. ده رأيي، وده ملخص سريع وتحليل نقط سريعة لماتش مصر وبلجيكا. وانا مستني كومنتاتكم، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب.